كفاية حقيقة ولا مجرد خدعة؟ هل مسؤولية طفلين بس أحسن من مسؤولية أربع خمس أطفال؟ وإيه الفرق بين ست خلفت طفلين وست خلفت أربعة ستة مثلا؟ خلينا متفقين إن الراجل اللي عايز يسيبك ويتخلى عنك حتى لو عندك منه 12 عيل هيسيبك، سواء طفلين أو أربعة، ده مش هيخلي الراجل ما يتمسك بيك يعني. تاني حاجة، الست اللي كسرت الخوف من حمل الولادة مرة واتنين تقدر تكسرها بعد خمسة وستة وسبعة وتمانية. أجيب لكم ستات قالوا إن هما يجيبوا طفلين بس وبعد 15 سنة بين الطفل التاني والتالت جابت التالت عادي. فالكفاية دي مجرد خدعة. طفلين او اربعة الاتنين عايزين مسؤولية، عايزين مصاريف، عايزين لبس واكل وشرب ورعاية وتعليم. في اتنين بيصرفوا مصاريف 10 في الشهر، ممكن واحد بس يصرف مصاريف 5. وكمان تربية واحد ممكن تساوي تربية 10 عادي. دلوقتي بقيت طالعة تقولك اخلف طفلين بس ولد وبنت اربيهم كويس مش عارف ايه. حبيبتي مهما خلفتي طفلين اتنين اربعة ده هيبقى ربطك بجوزك، ولو جيتي اتطلقتي هيبقى ربطك بطليقك برضه. والاسعار زادت وتربية طفل واحد بقت مكلفة جدا، ما بالك بقى بطفلين او اربعة. محدش بيعرف يربي اصلا، متخليش حد يخدعكم.